السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ هنحل النهاردة على الدرس التاني. هنكتفي بس النهاردة ب15 سؤال. هنحل من السؤال 1 لسؤال 15. سؤال رقم 1: ثلاث مقاومات متصلة على التوازي، فإذا كانت مقاومة إحداهما 1 أوم فإن المقاومة المكافئة هتساوي. متوصلين على التوازي، والهدف من التوصيل على التوازي الحصول على مقاومة صغيرة، أي هتكون أصغر من أي مقاومة موجودة، يعني هتكون أصغر من الواحد، يعني الإجابة هتكون رقم ألف. رقم 2: ثلاث مقاومات كهربية 120 و60 و40 أوم فإن المقاومة الكلية لها عند توصيلها. رقم 1 على التوالي. التوصيل على التوالي يعني هنجمعهم. الار توتال هتساوي الار 1 زائد ار 2 زائد الار 3، يعني 40 زائد 60 زائد 120 هتطلع 220 أوم، يعني الإجابة هتكون رقم ب. لو متوصلين على التوازي، التوصيل على التوازي الار توتال بتساوي 1 على الار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على الار 3، كلهم أس ماينس 1، يعني 1 على 60 زائد 1 على 120 زائد 1 على 40، كل أس ماينس 1 هتطلع معاك ب20 أوم، يعني الإجابة رقم ب. رقم 3: أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للدائرة الكهربية المقابلة؟ بص كده معايا على الرسمة. ادي البطارية، مشينا، ادي ار 2، عندي نقطة مجمعة هنسميها 1 فرعت ل2، ده سلك فاضي، يبقى دي برضو ايه رقم 1. تعال نبسطها بشكل احسن شوية. ادي البطارية، ادي ار 2 اتفرعت ل3 فروع. الفرع الاولاني اهو معايا ايه الار 4، هنكمل مع تنايات السلك، هناخد الار 5 في سكتنا، يبقى دي الار 5 وقفت هنا، هنسميها النقطة 2. التفريعة التانية الار 3 خدناها، وقفنا عند ايه عند النقطة دي، وهنكمل لحد ما نوصل هنا. المسار التالت خدنا الار 1 والتلاتة هيتجمعوا في نقطة وهترجع تاني للبطارية. تمام كده. رقم ألف بيقول المقاومتان ار 2 و ار 3 متوصلين على التوالي. ار 2 و ار 3 متوصلين على التوالي؟ لا، هي ار 2 متوصلة مع دي كلها توالي، مش مع ار 3 بس، يبقى دي مش معانا. رقم ب: المقاومتان 1 و3 متصلين على التوازي. 1 ادي ار 1 اهي، والار 3 متوصلين مع بعض التوازي. ايوه متوصلين مع بعض التوازي، يبقى الاجابه هتكون رقم ب. رقم 4: لديك ثلاث مقاومات قيمة كل منها 3 أوم متصلة بأربع طرق مختلفة A و B و C و D كما بالأشكال التالية. تعالوا نجيب المقاومة لكل شكل وبعدين نشوف هو عاوز ايه. الار بتاعة الشكل A، الار هتساوي التلات مقاومات متوصلين مع بعض توازي والتلاتة متساويين، يعني الار هتساوي الار على الان اللي هو عددهم، يعني هتساوي 3 على التلاتة هتساوي 1 اوم. الار بتاعت الشكل بي التلاتة متوصلين مع بعض توالي، يعني الار توتال هتساوي مجموعهم، يعني هتساوي 9 اوم. الار بتاعت الشكل سي دول مع بعض توازي، يعني الار بتاعت التوازي هتساوي ار على ان، يعني 3 على الاتنين. والار بتاعت الدايرة كلها التلاتة على الاتنين دي توالي مع التلاتة، يعني 3 زائد 3 على الاتنين هتساوي 9 على الاتنين، يعني هتساوي 4.5 اوم. الشكل دي 3 مع التلاتة توالي يعني 6 اوم، والستة مع التلاتة توازي، يعني الار هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 6 في التلاتة على 6 زائد 3 هتساوي 2 اوم. بيقولي فإن طريقة التوصيل التي تكون فيها قيمة المقاومة المكافئة 4.5. المقاومة اللي طلعت 4.5 كانت الشكل سي، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 2 بيقول المقاومة اللي قيمتها 2، رقم دي هو اللي طلع 2، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 3 المقاومة اللي قيمتها 1 أوم هي الشكل A، فالإجابة هتكون رقم أ. رقم 5: الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية، فأي المقاومات تؤدي إزالتها من الدائرة الكهربية إلى زيادة قيمة المقاومة المكافئة؟ هنشيل واحدة من الاتنين اللي متوصلين على التوازي، يا إما ار 2 يا إما ار 3، عشان الهدف من التوصيل على التوازي أصلا الحصول على أصغر مقاومة، فما أشيل واحدة منهم المقاومة هتزيد، لكن الهدف من التوصيل على التوالي الحصول على أكبر مقاومة، فلو شلت واحدة منهم من اللي متوصلين على التوالي المقاومة معايا إيه هتقل. ار 1 لو أنا شلت ار 2 هنمشي كده توالي مع الار 3 مع الار 4، ولو شلت الار 3 الدايرة هتمشي كده توالي مع الار 2 مع الار 4، يبقى الإجابة هتكون يا إما ار 2 يا إما ار 3، وأنا عندي في الاختيارات ار 2، يبقى الإجابة هتكون رقم ب.
رقم 6 مع المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B في الحالات التالية. رقم 1 بص كده معايا، ال6 وال12 وال4 متوصلين على التوازي، الار بتاعتهم هتساوي 1/6 زائد 1/12 زائد 1/4 كلهم أس ايه -1، تطلع معاك ب2 أوم، يبقى دي كلها ب2. دول مع بعض توازي، يعني الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، 30 في 15 على 30 زائد 15 هتساوي 10 أوم، يعني دي ب10 أوم. الار المكافأة هتساوي 4 زائد 10 زائد 2 هتساوي 16 أوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 2 بص كده معايا على الشكل، هو ماشي من ايه مشي كده عندي نقطة مجمعة اتفرق لاتنين، تعالى نرسمها بشكل أحسن شوية. ادي النقطة ايه ماشي اتفرق لي 2، النقطة دي هنسميها 1، مشينا كده ادي 1 أوم. جينا عند النقطة دي نقطة مجمعة هنسميها النقطة 2، نمشي في المسار التاني عندي 15 أوم، نجمع عند النقطة دي هنسميها النقطة 3. نيجي للنقطة 2، النقطة 2 اتفرقت ادي ايه 1 و2، هنمشي كده ادي خدنا ال6 أوم، 6 أوم، راحت عند النقطة دي اللي احنا هنسميها نقطة 4، والناحية التانية مشي 3 أوم، اتجمعوا عند نقطة واحدة اللي هي نقطة 4 ومشيوا للنقطة 3، يعني اتجمعوا عند النقطة رقم 3، يعني اتجمعوا مع بعض وبعد كده راحوا لإيه للبي. ال6 وال3 مع بعض توازي، يعني الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 3 في 6 على 3 زائد ال6 هتساوي 2 أوم. الاتنين دي كلها طلعت ب2 أوم، ال2 أوم توالي مع الواحد يبقى 3 أوم، ال3 توازي مع ال15 يبقى الار المكافأة هتساوي 3 في 15 على 3 زائد 15 هتساوي 2.5 أوم، يبقى الإجابة هتكون رقم د. أوم، يبقى دي جبناها ب10 أوم ودي جبناها ب2 أوم، والتلاتة مع بعض كده بقوا توالي، يبقى الار المكافأة هتساوي 10 زائد 9 زائد 2 هتساوي 21 أوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 4 بص كده معايا، مشينا من ال A معانا 4 أوم، رحنا عند نقطة مجمعة قسمتهم لي إيه 3 مسارات، هنسمي النقطة دي 1، ال3 مسارات اتجمعوا عند نفس النقطة اللي هي دي وسميناها نقطة 2، يبقى ال3 مع بعض على التوازي، يبقى دول مع بعض توالي ودول مع بعض توالي، يعني دي 12 ودي 12. هنجيب المقاومة بتاعتهم مع بعض، يبقى الار بتاعتهم هتساوي الار على الان، يعني هتساوي 12 على 2، يعني هتساوي 6، يبقى دي جبناها ب6 أوم. والتلاتة والستة توازي، الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني ال6 في 3 على ال6 زائد 3 هتساوي 2 أوم، يبقى احنا جبنا الجزء ده كله ب2 أوم، يبقى الار المكافأة هتساوي 4 زائد 2 زائد 4 هتساوي 10 أوم، إجابة هتكون رقم ب. رقم 5 بص كده معايا، هنمشي من النقطة ايه عندي نقطة مجمعة هنسميها 1، عندي مسارين، المسار الأول فيه 8 و2، الاتنين مع بعض توالي ب10 أوم، كملنا لحد النقطة دي هنسميها النقطة 2. في المسار التاني عندنا مقاومتين 8 و22، الاتنين مع بعض توالي هيساوي 30، الاتنين وصلوا لنفس النقطة اللي هي 2، يبقى ده وده توازي مع بعض، والاتنين توالي مع ال2.5. تعال ارسمها لك بشكل أوضح. من النقطة ايه مشينا عندي مسارين، واحد فيه 8 أوم و2 أوم اللي هو ده خدناه خلاص، والمسار التاني فيه 8 و22 قفلوا عند نقطة واحدة، خرج منهم مقاومة 2.5، وصلنا للنقطة B. يبقى زي ما قلنا الاتنين دول مع بعض توالي بيساوي 10، والاتنين دول مع بعض توالي بيساوي 30، والار بتاعتها كلها بتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 30 في 10 على 40 هتساوي 7.5، يبقى الار الكلية بتاعت الدايرة 7.5 زائد 2.5، احنا جبنا دي كلها ب7.5،
ودي توالي مع ال2.5 يعني هتساوي 10 اوم، يعني الإجابة هتكون رقم د. رقم 6 تعالوا نبسطها مع بعض عشان ايه نعرف نحلها. ادي النقطة ايه، النقطة ايه خرج منها 3 مسارات. ادي المسار الأول ب12، المسار التاني ب9، والمسار التالت ب12. ال12 دي وقفت عند النقطة دي وهسميها 2، اتفرع منها ايه مسارين. يبقى ادي المسار الأول والمسار التاني. المسار الأول فيه 6 و6، 6 وادي 6، وقفوا عند النقطة دي هسميها 3. والمسار التاني مشي فيه 12 هي دي، فأنا كده خدت دي وخدت دي وخدت دي، وقفوا عند نقطة ايه 3، يبقى الاتنين وقفوا عند ايه نقطة 3. والنقطة 3 قفلت مع ال9، يبقى دي مع دي، خرج منهم مقاومة 6. والستة قفلت مع النقطة دي هنسميها نقطة 4، قفلت مع ال12، خرج منها ايه النقطة B. احنا كده بسطناها، تعالوا بقى نحلها مع بعض. ال6 وال6 توالي مع بعض يعني 12، وال12 دي توازي مع ال12، والاتنين متساويين، يبقى الار بتاعتها ايه R على N، يبقى هتساوي 12 على 2 يعني هتساوي 6. يعني دي كلها جبناها ايه ب6 اوم، والستة مع ال12 دي هتبقى توالي يعني هتساوي 18 اوم. وال18 توازي مع ال9، والاتنين توالي مع ال6. ال18 وال9 الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 18 في 9 على 18 زائد ال9 هتساوي 6 اوم. قلنا ان كلها توالي مع ال6 دي، يبقى الار دي هتساوي ايه 12. ال12 بتاعة الفرع ده كله هتبقى توازي مع ال12 دي، يبقى الار بتاعتها الاتنين متساويين يعني هتساوي ار على N، يعني 12 على 2 هتساوي 6 اوم، يعني الإجابة هتكون رقم ج. رقم 7 تعالوا نبسطها مع بعض. بص كده 18 وال18 الاتنين مع بعض توازي، الار بتاعتهم هتساوي ار على الN عشان متساويين، يعني 18 على الاتنين هتساوي 9 كيلو اوم. يبقى دي ودي بقوا 9. ال9 توالي مع الاتنين وال7، يعني الار بتاعتهم هتساوي 18 كيلو اوم. يبقى الجزء ده كله ب18. ال18 توازي مع ال9، يبقى الار بتاعتها هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 18 في 9 على 18 زائد 9 هتساوي 6 اوم. والستة يبقى الجزء ده كله، الجزء ده كله ب6، والستة هتبقى توالي مع الواحد والخمسة، يبقى الار بتاعتهم هتساوي ايه هتساوي 12. وال12 يبقى جبنا الجزء ده كله ايه الجزء ده كله ب12، يبقى ال12 دي هتكون توازي مع ال12 دي، يبقى الار المكافأة هتساوي الاتنين متساويين، يعني هتساوي ار على N، يعني 12 على 2 هتساوي 6 كيلو اوم، يعني الإجابة هتكون رقم ب. رقم 8 تعالوا نبسطه مع بعض. هنبدأ من النقطة ايه معاها 3 اوم، بعد كده عندي نقطة طلع منها ايه 3 مسارات هنسميها 1. ادي المسار الأول من هنا معاه 30 و24، وقفل عند النقطة دي هنسميها 2. المسار التاني معاه 27 وقفل عند النقطة 2 برضو، يبقى قفل هنا وطلع منهم ايه طلع منهم 12. قفلت عند النقطة دي وهنسميها 3. المسار التالت طلع منه 14، عندي نقطة مجمعة هنسميها 4، طلع منها ايه مسارين. المسار الأول 20، والمسار التاني معاه 50 و30، واتجمعوا عند النقطة 3.
اللي هي قفل عندها برضو ايه ال12، يبقى الاتنين هيتقفلوا مع بعض، طلع منهم المقاومة 2. وبعدين رحنا عند النقطة B. تعالوا بقى نحلها مع بعض. دي ال24 ودي ال30، الاتنين دول توالي مع بعض ب54، وال54 توازي مع ال27. الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 54 مضروبة في ال27 على 54 زائد 27 هتساوي 18 اوم. يبقى الجزء ده كله، الدايرة دي ب18 توالي مع ال12، يعني الجزء اللي فوق ده كله هيساوي 30 اوم. نيجي للجزء اللي تحت، المقاومة دي 20، دي ال50 وال30 توالي يعني 80. عشان اجيب الار بتاعتهم يبقى حاصل الضرب على حاصل الجمع، يعني 80 في 20 على 100 هتساوي 16. يبقى الجزء ده ب16 وتوالي مع ال14، يبقى الار بتاعة الفرع ده كله هتساوي 30. والاتنين توازي مع بعض، الفرع اللي فوق ده كله مع الفرع اللي تحت، والاتنين متساويين في نفس الار، يبقى الار هتساوي الار على الان، يعني 30 على الاتنين هتساوي 15. ال15 يبقى انا جبت الدايرة دي كلها ب15. ال15 دي توالي مع التلاتة وتوالي مع الاتنين، يعني الار المكافأة هتكون 15 زائد 2 زائد 3 هتساوي 20 اوم، يعني الإجابة هتكون رقم ج. رقم 7، المقاومة المكافئة للدائرة المقابلة في حالة توصيل مصدر كهربي بين النقطتين ال A وال B. لو أنا وصلت مصدر كهربي من النقطة دي والنقطة دي، تعالى نشوفها من الأول. الخمسة دي والخمسة دي الاتنين توالي، فهتبقى ب10 اوم. ال10 هتكون توازي مع ال10، فالار المكافأة بتاعتها هتساوي الار على الان، يعني هتساوي 10 على الاتنين هتساوي 5 اوم. يبقى الجزء ده من أول هنا كده ده كله ب5، يبقى دي كلها ب5، هتبقى توالي مع ال5 دي فهتساوي 10. ال10 هكل يعني الجزء ده كله هيبقى توازي مع ال10 دي، هيساوي 5 اوم. انا حليت لحد فين؟ لحد هنا كده. الجزء ده كله توالي مع ال5 دي، فهيبقى الار بتاعتها ايه؟ ب10 اوم. وال10 هتكون توازي مع ال10 دي فهتساوي 5. 5 هتكون توالي مع ال5 دي هتساوي 10، فال10 هتكون توازي مع دي هتساوي الار المكافأة في الآخر هتساوي ايه؟ هتساوي 5 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 2 بيقولك لو كان المصدر بين السي والبي، لو كان بين النقطة دي والنقطة دي دول مع بعض توالي ب10، وال10 توازي مع ال10 فهتدينا 5، والخمسة هتكون توالي مع الخمسة دي هتدينا 10، وال10 هتكون توازي مع ال10 دي هتدينا 5، والخمسة هتكون توالي مع دي هتدينا 10. وهنا احنا كده حلينا ايه كله، فيبقى عندي الجزء ده كله بمقاومة. يبقى عندي، تعالى نرسمها هنا بشكل أوضح، يبقى عندي البي مع الايه، وهنا نازل بجزء اللي هو ال5، وده ب10 اوم متوصلة مع البي بمقاومة 10 اوم. وانا حليت الجزء ده كله وطلع معايا بمقاومة ايه؟ بمقاومة ب10 اوم. يبقى هيبقوا التلاتة توازي مع بعض، يبقى دي هتبقى توازي مع دي، دول توالي. احنا عاوزين بين النقطتين ايه؟ البي والسي. ال10 وال5 هيبقوا توالي مع بعض هتبقى 15، وال3 هيبقوا ايه؟ توازي. هنحل المقاومتين دول مع بعض، الار بتاعتهم هتساوي الار على الان، يعني هتساوي 5 اوم. فالخمسة هتكون توازي مع ال15، يعني الار المكافأة هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني الخمسة في 15 على 20 هتساوي 3.75%. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. سؤال رقم 8 فيها شكل مقابل، تكون المقاومة المكافئة عند توصيل بطارية مهملة المقاومة الداخلية بين النقطتين X و Y. بص كده معايا، ادي النقطتين، تعال نحلها مع بعض واحدة واحدة. ال12 وال4 مع بعض توازي، الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 12 في 4 على 12 زائد 4 هتطلع معانا ب3 اوم. يبقى الجزء ده ب3 اوم. التلاتة توالي مع ال7، يبقى الجزء ده كله هيكون ب10 اوم. ال10 هتكون توازي مع ال40، يعني الار المكافأة هتكون 40 في ال10
على 50 هتساوي 8 أوم، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 2، إذا وصلت بطارية محل المقاومة 7 فإن المقاومة المكافئة للدائرة هتصبح. لو أنا شلت الار دي وحطيت مكانها بطارية، تعالى نرسمها مع بعض. ادي البطارية مشينا، ادي 40 اوم، مشينا عندي 2 توازي مع بعض اللي هي ايه، ال12 وال4 متوصلين بايه، بالبطارية. ال12 وال4 مع بعض توازي وطلعتهم ب3، والتلاتة هتكون توالي مع ال40، يبقى الار المكافأة هتكون 43، يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 9، ثلاث مقاومات X و Y و Z تتصل معا ومع بطارية ومقاومة متغيرة كما بالشكل 1 اللي هو الشكل ده، والشكل 2 يمثل بيانيا العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار. هو عاوز المقاومة المكافئة بين النقطتين ال A وال B. هو مش مدينا قيمة المقاومة، بس أنا هجيبها من الشكل البياني. شكل بياني يعني هجيب الأسلوب على طول. الأسلوب هيساوي ال V على ال I، يعني هيساوي الار. يعني هجيب مقاومة الاكس ومقاومة الواي ومقاومة الزد من الشكل البياني. يبقى الار بتاعة الاكس هتساوي فرق السرعات على فرق السينات، يعني 6 على الواحد هتساوي 6 اوم. السلك واي، الار بتاعة الواي هتساوي فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 6 على 2 هتساوي 3 اوم. زد 6 على 3، يبقى الار زد هتساوي 6 على 3 هتساوي 2 اوم. يبقى الاكس جبناها ب6 والواي جبناها ب3 والزد ب2. تعالى نجيب ايه قيمة المقاومة المكافئة. دي مع دي توازي، يبقى الار بتاعتهم هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى ال6 في 3 على 6 زائد 3 هتساوي 2 اوم. فدي كلها طلعت معانا ايه، ب2 اوم، والاتنين مع الاتنين هتبقى توالي، يبقى المقاومة المكافئة هتساوي 4 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم ج. سؤال رقم 10، شكل لاسلك مقاومته 48 اوم على شكل حلقة مغلقة، ثم وصلت بطارية بين طرفي قطرها كما بالشكل، فإن المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. بص كده معايا، التيار هنا هيمشي، وبعدين أول ما هيجي عند الحلقة هيبدأ يتجزأ. معنى إن التيار يتجزأ يعني التوصيل هنا على التوازي، يعني المقاومة هتتجزأ، يعني هنا هيبقى 24 وهنا 24، يبقى الار المكافئة هتساوي R على ال N، علشان الار واحدة في الاتنين 24 و24، يبقى هتكون 24 على 2 هتساوي 12 اوم، يبقى الإجابة هتكون رقم د. سؤال رقم 11، سلك مستقيم مقاومته R تم لفه على هيئة حلقة دائرية ووصلت بطريقتين مختلفتين بمصدر كهربي كما موضح بالشكلين 1 و2. عاوز النسبة بين الR1 للR2. بص معايا كده على الشكل الأولاني، التيار ماشي هيتجزأ. معنى ان التيار اتجزأ يعني المقاومة هتتجزأ، يبقى دي هتبقى ربع الار ودي 3/4 الار. هنجيب الار المكافأة ليها هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى ربع مضروبة في 3/4 ار على ربع الار زائد 3/4 الار. احسبها هتطلع معاك ب3 على 16 ار. بص معايا كده في الشكل التاني، هنا المقاومة هتتقسم، التيار هيتجزأ، يبقى المقاومة هتتقسم لإيه، نص الار وهنا نص الار، وهنا المقاومتين شبه بعض، يبقى الار المكافأة بتاعتهم هتساوي ار على ايه، ار على الان، يبقى نص الار على الان اللي هو 2 هتساوي ربع ار. يبقى نسبة الار واحد للار 2، ار واحد للار 2 هتساوي ار واحد جبناها بايه، ب3 على 16، والار 2 جبناها بربع. 16 هتنزل تحت والأربعة هتطلع فوق، يبقى 12 على 16 هتطلع معانا ب3 على 4، يبقى الإجابة هتكون رقم أ. سؤال رقم 12، سلك متصل من مقطع يمر به تيار شدته 1/10 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1.2 فولت، فإذا تم تشكيله على هيئة مربع مغلق ABCD في اتجاه دوري واحد، فإن المقاومة المكافئة للسلك إذا وصلت بطارية بين النقطتين ال A وال C. طيب تعالى نجيب المقاومة الأول. الار بتساوي ال V على ال I هتساوي 1.2 على 1/10، هتطلع معانا 12 اوم. دي المقاومة المكافئة. قال إذا تم تشكيله على هيئة مربع، ادي المربع والمربع أضلاعه متساوية، يعني هنقسم المقاومة بشكل متساوي،
يعني دي هتاخد 3 وده 3 وده 3 وده 3. المربع هو A B C والدي. قال عاوز المقاومة المكافئة لو وصلت بطارية بين النقطتين ال A وال C، يعني لو وصلت بين النقطة دي والنقطة دي يبقى التلاتة والتلاتة دول توالي مع بعض يبقى هيساوي 6، ودي توالي 6، والاتنين مع بعض توازي، والR المكافأة بتاعتهم هتساوي الR على N، يعني 6 على الاتنين هتساوي 3 أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 2، لو وصلت بطارية بين ال A وال D، تعالى نرسمه تاني. ادي المربع A B C D، ادي المقاومة مقاومة مقاومة مقاومة، 3 3 3 3. لو انا وصلت بطارية بين النقطتين ايه دول، يبقى التلاتة دي والتلاتة دي والتلاتة دي مع بعض توالي، يعني هيساوي 9 أوم، والتسعة هتكون توازي مع التلاتة، يبقى الآر المكافأة هتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني التسعة في 3 على التسعة زائد التلاتة هتساوي 2.25 أوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 13، في كل شكل من الأشكال الآتية جزء من دائرة كهربية المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B بتساوي 9 أوم، فما قيمة الآر؟ بص كده، رقم 1، الستة والآر متوصلين مع بعض على التوازي، والاتنين متوصلين مع السبعة على التوالي، والآر المكافئة بتساوي 9 ودي 7، يبقى دي ب2. يبقى الآر بتاعة الجزء ده هتساوي 6 ار على 6 زائد ار، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هتساوي 2. هنضرب طرفين في وسطين، هتساوي الاتنين في 6 ب12 زائد الاتنين في ار ب2 ار بتساوي 6 ار. الاتنين هتخرج بالماينس، يبقى ال12 هتساوي 4 ار، يبقى الار هتساوي 3 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. رقم 2، بص كده معايا على الشكل، عندي مقاومتين، ادي دي ب6 ودي ب6 ودي بار ودي بار، يبقى والاتنين متوصلين مع بعض توالي، يبقى دي هتاخد 4.5 ودي ايه 4.5. هاخد واحدة منهم واحل عليها عشان اجيب قيمة الار. الستة والار متوصلين توازي، يبقى 4.5 هتساوي 6 ار على الستة زائد الار، نضرب طرفين في وسطين، هتساوي ال4.5 في الستة ب27 زائد 4.5 ار بتساوي 6 ار. دي هتخرج بالماينس، يبقى هتبقى 1.5 ار بتساوي 27. هنقسم على 1.5، دي هتساوي 18 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم د. رقم 3، مدينا هنا ار ومدينا هنا 2 ار وهنا 2 ار وهنا 6. التلاتة دول مع بعض على التوازي، والتلاتة متوصلين مع الار على التوالي. هجيب الار المكافأة للاتنين ار والاتنين ار، يبقى الار المكافأة هتساوي ار على ان، يبقى الاتنين ار على الاتنين هتساوي الار. يبقى الشكل عندي بقى كالآتي، يبقى دي بقت ار متوصلة ايه توازي مع الستة، والاتنين متوصلين توالي مع الار، يبقى دي هنفكها تبقى 6 ار، 6 زائد الار زائد الار عشان هي توالي مع الار بتساوي 9. تعالى هنجربهم ايه واحدة واحدة. لما نجرب ال8، بص كده معايا، ادي ال6 في ال8 على 6 زائد 8 زائد 8، احسبها هتطلع معاك ب11.4 اوم، يبقى ال8 مش معانا. لما نجرب ال6 هتبقى 6 في 6 على 6 زائد 6 كلها زائد 6 هتساوي 9 اوم، يبقى دي الصحيحة. يبقى الإجابة هتكون رقم ب. رقم 14 فيها الدالة الموضحة بشكل قيمة R بتساوي ال5 والR متوصلين مع بعض على التوازي، والاتنين متوصلين مع ال8 على التوالي. فعلشان أعرف دي كلها بتساوي كام لازم أبقى عارف الR بتاعة الدايرة كلها كام. هجيبها منين؟ هجيبها من فرق الجهد وشدة التيار. يبقى الR بتساوي V على I هتساوي 120 على 10 هتساوي 12 أوم. طيب ودي 8 يبقى دي 4، يبقى ال5 ار على ال5 زائد الار هتساوي 4. هنضرب طرفين في وسطين، يبقى 20 زائد 4 ار هتساوي ال5 ار. دي هتطلع بره بالماينس، يبقى الار هتساوي 20 اوم. يبقى الإجابة هتكون رقم ألف.
سؤال رقم 15. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية مغلقة بها عنصر مجهول إكس، فإذا كانت قراءة الفولتميتر 5V فإن العنصر إكس يمثله المكون. بص كده معايا الفي بتاعة البطارية كلها 20، الفولتميتر ده قرأ 5 بس، يبقى الجزء ده هيقرأ كام؟ هيقرأ 15. الفي زادت 3 أمثال الفي دي، يبقى معنى كده ان المقاومة اللي هنا هتكون 3 امثال المقاومة دي، يعني هتكون 3 ار، يبقى العنصر اكس هيمثل لي 3 ار، يبقى الاجابة هتكون رقم ج.